اول ما سمعت ان نيكولاس كيدج عامل فيلم رعب جديد قلت ما فيهاش 100% الفيلم ده هيكون فيلم بايظ زي اغلب افلام نيكولاس كيدج. بس لقيت ان الكلام حواليه كتر قوي وناس كتير ناويه ان هي تخشه، فقررت ان اديله محاوله اخيره يمكن ينفع. وانا النهارده جاي علشان اقول لك خلاصه رايي وتجربتي في فيلم لونج ليجز. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. قصه فيلمنا بتتكلم عن محققه في الاف بي اي لسه متعينه. اول قضيه مسكتها هي سلسله من جرائم القتل الغريبه جدا من نوعها، وفي كل القضايا دي بيبقى فيهم عاملين مشتركين. اول عامل فيهم هما ان الاب بيقتل بنته ومراته، وتاني عامل ان البنت الصغيره دي بتكون مولوده يوم 14 في الشهر من اي شهر. وبعد ما ده بيحصل بيبقى فيه رساله غريبه جدا بتتساب في موقع الجريمه، بتبقى مكتوبه بحروف شكلها غريب جدا، وبيبقى تحت فيه امضاء اسمها لونج ليج. مبدئيا كده يا جماعه فيلمنا مش زي افلام الرعب التجاريه تماما اللي من غير قصه متماسكه او حبكه، مجرد كام خضه كده وخلاص. لا، فيلمنا قصته متماسكه وكويسه جدا، ومش هبقى بالغ لو قارنته بقصص افلام رعب كبيره. وكذلك الاداءات التمثيليه كانت كويسه جدا من اغلب الممثلين خصوصا نيكولاس كيدج. انا نفسي اعرف ليه شخص في موهبه نيكولاس كيدج يضيع الموهبه دي من نفسه وما يكونش من اهم الممثلين اللي موجودين في العالم. حرفيا متقمص الدور بدرجه رهيبه، لدرجه ان انا في وهله كده حسيت ان هو ممثل مختلف. والمكياج بتاع الشخصيه بتاعته كان فيه مبالغه شويتين ثلاثه في التسويق، بس مع ذلك كان كويس جدا وكان فعلا بيخوف. بالمناسبه يا جماعه الفيلم بتاعنا راهن نفس الرهان بتاع فيلم ذا سايلنس اوف ذا لامبس، ونيكولاس كيدج في الفيلم بتاعنا ما ظهرش وقت كبير على الشاشه، بالعكس تقريبا ظهر تلت ساعه او اقل. واقدر اقول ان الرهان ده نجح بامتياز في الفيلم بتاعنا. وبالمناسبه برضو الخطات في الفيلم بتاعنا كانت خرافيه، ما كانوش كتير يعني تقريبا كانوا 3 أو 4 حاجه في الرينج ده، بس مع شخص بيعرف يتوقع خضات وشاف افلام رعب في حياته كتير جدا تقريبا قدرت اتوقع خضه واحده بس من الاربع خضات، فده انجاز بصراحه، مع العلم ان الخضات كانت فعاله جدا. وعامه يا جماعه المميز في الفيلم ده ان هو قدر ان هو يحسسك باحساس عدم الراحه طول احداث الفيلم. انت قاعد مش هقول خايف بس على الاقل مش مرتاح، حاسس ان ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت. اخر حاجه في المميزات بالنسبه لي هي الفصل الاخير من الفيلم بتاعنا، حرفيا كان افضل فصل وكل السينما كانت ساكته تماما، والنهايه برضو كانت جميله. وتقنيا الفيلم ده بصراحه روعه كمونتاج وككل حاجه. عيوب الفيلم بقى بالنسبه لي تتلخص في نقطتين. اول حاجه وهي المط والملل الكبير جدا اللي حصل في الفصل الثاني من الفيلم بتاعنا. حرفيا في وقت معين كده في الفيلم من كتر الملل كان في ناس كتير قوي ماسكين التليفونات بتاعتها وكانوا بيفكروا ان هم يمشوا، بس لحقوني بالفصل الثالث اللي زي ما قلت كان ممتاز. وتاني عيب هو الفجوات في القصه بتاعتنا. زي ما قلت قصه فيلمنا كويسه جدا كفيلم رعب، بس للاسف كان في بعض الفجوات اللي كانوا قليلين وخدنا قدامهم حاجات كتير كويسه، بس يظل في بعض الفجوات القليله. ننتقل بقى بعد كده على فقره تقييم الممثلين. زي ما قلت نيكولاس كيدج بالنسبه لي كان افضل اداء، وحرفيا اداؤه كان من افضل الاداءات اللي انا شفتها لنيكولاس كيدج، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. بالنسبه لمايكا مونري او المحققه في الفيلم بتاعنا برضو كان ادائها لطيف وكان تمثيلها كويس، وقدرت توصل لي احساس القلق في اوقات كتير من الفيلم، بس اوقات تانية بصراحه كنت بحسها مصطنعه بدرجه كبيره، وتقييمي ليها هو 7 من 10. اليسيا ويد بقى اللي هي الوالده برضو كان دورها لطيف جدا وقدرت توصل لي المشاعر بتاعه الخوف، وتقييمي ليها هو 7.5 من 10. بلاير اندروود حسيت ان دوره عادي نسبيا وما قدرش يوصل لي تمثيل جيد، وفي الفصل الاخير كان هو اقل اداء تمثيلي بالنسبه لي، وتقييمي ليه هو 6.5 من 10. في الاخر فيلمنا فيلم كويس جدا كفيلم رعب، ولحد دلوقتي هو بالنسبه لي افضل فيلم رعب في 2024. لو ليك في الرعب طبعا ارشحه لك ان انت تشوفه بشده. عمل فنيا كويس جدا وفي خطات كتير قوي حلوه. تقييمي لفيلم لونج ليجز هو 8 من 10، وده مقارنه بان هو فيلم رعب، فده تقييم كويس جدا. لو عايز تشوف افلام شبهه فارشح لك فيلمين شبهه بدرجه كبيره، وطبعا يتفوقوا عليه جدا. اول فيلم فيهم هو فيلم ذا شاينينج، اب بيحاول يقتل ابنه ومراته وبرضه قريب منه شويه. تاني فيلم هو ذا سايلنس اوف ذا لامبس، وهو عن محققه بتحقق في جرائم قتل، فبتضطر ان هي تستجوب هانيبال او بمعنى تاني اكل لحوم للبشر. فيلم اسطوري طبعا وارشح لكم الفيلمين دول بشده. سؤال الحلقه بالنسبه لكم، ليه نيكولاس كيدج ضيع الموهبه دي من تحت ايده واختار الادوار الرديئه دي؟ لو الحلقه عجبتك يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.